طريقة تحضير بسكوت الآيس كريم وتسمى كورنيت. نخلط بياض البيض مع السكر والفانيلا والملح. السكر إما حبوب أو بودرة. نضيف الزبدة ونخلط. اللي ما عنده زبدة يستبدله بزيت نباتي. الآن نضيف الدقيق اللي هو الطحين ونمزج المكونات بدون تكتلات. مكونات العجينة 4 مكونات أساسية: دقيق، بياض البيض، سكر وزبدة، ومكونين حسب الحالة النفسية يعني حسب الرغبة: ملح وفانيلا يعني منكهات. نحط الكمية المطلوبة في الماكينة. مرة أخذ مني دقيقتين ومرة أخذ مني 3 دقائق. شكل زي ما تحب، خذ راحتك في التصميم. تقدروا تلونوا هذه العجينة حسب الرغبة. والعجينة هذه اسمها العجينة العجيبة، وصفة واحدة وهي متعددة الاستخدام. والقرمشة اللي في العجينة هذه تجلس معاكم 3 أيام مع الضمان، بس بشرط أنه ما يكون عندكم رطوبة في المحل. ملاحظة مهمة جدا: العجينة هذه تتشكل وهي ساخنة، يعني دق الحديد وهو حامي. افتهم لك أبوشي. اسمع القرمشة. البسكوت هذا مش صحي لأنه فيه سكر، لكن بتاكله وانت مرتاح لأنك تعرف إيش المكونات.